مشاهدينا، نحن الآن على طريق M4 الدولي الذي فتح في الأسابيع الماضية بموجب اتفاقية 29 كانون الثاني ليعود إلى الخدمة وليفتح أمام الحركة التجارية والمسافرين. ولكن جسر الرئيسي في تل تمر لحق بها أضرار كبيرة وانهار الركيزة أساسية منها، مما أدى إلى خروج الجسر بشكل كامل. طبعا كان هناك بدائل كجسر مؤقت تم إنشاؤه يعني الفتح أمام حركة التجارية والمسافرين، ولكن بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب نهر الخابور يخرج هذا الجسر المؤقت عن الخدمة. أيضا بلدية تل تمر حاليا تعمل لإعادة هذا الجسر للخدمة، ولكنها تحتاج لبعض الوقت وتقييم الأضرار. مع المهندس عبد الله حسن يحدثنا عن هذا الجسر، أهميته، وأيضا الأعمال التي يقومون بها لإعادة هذا الجسر إلى الخدمة. مرحبا بكم. أهلا بكم. نحن الآن على الموقع الرئيسي للجسر على الطريق الدولي M4 الذي يربط تل تمر بمقطع القنطري مرورا بحلب والمحافظات الأخرى. الجسر خرج عن الخدمة نتيجة انهيار ركيزة أساسية منه في الجزء الشرقي منه. البدائل الأولية المتاحة كانت الالتفاف إلى طريق الحسكة الجنوبي عبور جسر الخريطة ثم إلى تل تمر، هو بديل مكلف تقريبا 100 كيلومتر. طبعا الجسر حيويته تنتج من أنه شريان الحياة ما بين الريف الغربي لمحافظة الحسكة بمدينة تل تمر، إضافة إلى أنه المنفذ الرئيسي الوحيد على M4 لربطنا بحلب. عملت البلدية فورا على إنشاء طريق إسعافي بديل على سرير نهر الخابور في الجزء الجنوبي من الجسر الأساسي لتأمين الحركة السريعة والمؤقتة للمسافرين وحركة الشحن بعد افتتاح الجسر بموجب اتفاقية 29 كانون الثاني. أما الجسر الرئيسي الذي باشرت فيه القسم الفني في بلدية تل تمر والحسكة هو عبارة عن جسر مسبق الصنع. نعمل الآن على تقييم الأضرار ووضع خطة عمل منهجية هندسية للبدء بإعادة تأهيله وفق مدة زمنية قد تتراوح من شهر إلى 45 يوم، وذلك حسب التقييم الأولي للأضرار الناتجة. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. طبعا هذا الطريق مسافته من معبر تل كوتشر وصولا إلى دمشق وأيضا الساحل السوري بطول يصل إلى أكثر من 700 كيلومتر. حاليا هناك معاناة كبيرة لأهالي المنطقة، كون مع الفيضانات ينقطع الطريق بشكل كامل من تل تمر والريف الغربي لمدينة تل تمر، مما يؤدي إلى يعني معاناة كبيرة لأهالي المنطقة جراء الفيضانات وانقطاع الطرق في المنطقة.